في عام 2023 في إحدى الأحياء الشعبية كان هناك شاب يدعى إسماعيل. لم يكن مميزا في دراسته ولا في عمله، كان شابا عاديا يقضي أغلب وقته بين شاشة هاتفه وبين أحلامه المؤجلة. لكن مع بداية الإجازة الصيفية قرر أن يغير من واقعه الكئيب وأن يبدأ في التغيير. أول شيء فعله إسماعيل هو إغلاق كل مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب إهداره وتضييعه لوقته، واشترى كذلك 3 كتب في 3 مجالات مختلفة ومهمة لكل شخص منا. سأخبركم عن ماهية هذه الكتب لاحقا. وكذا بدأ في تعلم مهارة عالية الطلب، وأيضا بدأ في تطوير لغته الإنجليزية. وبعد انقضاء الإجازة الصيفية لاحظ زملاؤه التغيير الكبير في إسماعيل، فإسماعيل قد أتقن اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه تعلم مهارة التصميم الجرافيكي، مما مكنه من العمل عبر الإنترنت وبدأ بمشروعه الأول. وأيضا فقد تغيرت طريقة تفكيره 180 درجة، وكل هذا بدأ بقرار صغير لكي يتغير. فصدقني يا صاحبي، العطلة ليست للراحة فقط، بل هي أكبر فرصة لبناء نفسك وتشكيل مستقبلك الذي لطالما حلمت به. في هذا المقطع سأعطيك خطة كاملة لتجعل من هذه الإجازة الصيفية بإذن الله مرحلة فاصلة في حياتك، خطة ستكون كاملة وشاملة، وأهم حاجة متوازنة بين 5 مستويات: العقل، الجسد، الروح، تعلم مهارة، وأخيرا تعلم لغة. فبدون إطالة اعمل لايك واشتراك، ودعونا نبدأ بالمقطع. أولا، القراءة. فكما أخبرتكم، أول شيء قام به إسماعيل هو اشتراؤه ل3 كتب، لأنه يعرف أهميتها في تطوير طريقة تفكير الشخص. فقراءة الكتب ليست مجرد هواية، إذن كل يوم خصص ما لا يقل عن 20 دقيقة يوميا للقراءة. والكتب التي أنصحك بقراءتها والتي قد اقتناها إسماعيل هي كتاب العادات الذرية، كتاب فاتتني صلاة، وكذلك كتاب أغنى رجل في بابل. ثاني شيء يجب على القيام به في هذه الإجازة الصيفية هو الرياضة. لا تنتظر مني أن أخبرك بأهمية الرياضة، فمن منا لا يعرف أهميتها؟ فقد كن صريحا وواضحا، وحدد مدة زمنية يومية لا تقل عن 30 دقيقة لتحرك جسدك، سواء المشي، الجري، أو أيا يكن. المهم أن تجعل جسدك يعمل، فكما نقول دائما: العقل السليم في الجسم السليم. ثالث شيء عليك القيام به في فترة الإجازة هو تعلم مهارة جديدة. فإذا نظرت إلى كل شخص ناجح سترى أن عنده مهارة واحدة على الأقل. عليك فقط أن تختار مهارة واحدة تتعلمها: برمجة، تصميم، مونتاج، أيا تكن هذه المهارة، وابدأ بتعلمها. ففي عصرنا هذا من المستحيل أن تجد صعوبة في إيجاد المعلومة. أينما رحلت وارتحلت ستجد المعلومة. فقط ادخل إلى اليوتيوب أو أي موقع يوفر دورات مجانية على الإنترنت، وابدأ في رحلة التعلم. وبعد شهر أو شهرين ستجد أن مستواك تطور 180 درجة، وهذه المهارة قد تكون أول عمل لك على الإنترنت. فمثلا إذا تعلمت مهارة تصميم المواقع أو مهارة إنتاج الفيديوهات، فقط ادخل لمنصات العمل الحر، أو كنصيحة مني افتح حسابا على الإنستغرام أو على اليوتيوب وابدأ بعرض خدماتك ومهاراتك. ومع الصبر والاستمرارية ستكسب ثقة العملاء وتبدأ رحلتك في كسب المال. رابعا، تعلم اللغة الإنجليزية. فمن منا لا يعرف أهمية هذه اللغة؟ فسواء كنت تريد التواصل أو السفر، فالإنجليزية بمثابة مفتاح لعالم جديد، بغض النظر عن أن كل الكتب أو المهارات التي تريد تعلمها على الإنترنت 99% منها بالإنجليزية. أتحتاج سببا أكبر من هذا لتبدأ رحلتك في تعلم الإنجليزية؟ 30 دقيقة يوميا جد كافية. فقط قسم هذه النصف ساعة إلى 3 أقسام: 10 دقائق للقراءة، 10 دقائق أخرى للسماع، وال10 دقائق المتبقية قم بحفظ 10 مصطلحات. سأترك لكم في الوصف سلسلة كاملة لتعلم المصطلحات مع جمل وصور تعبيرية، مما سيساعدك أكثر على تذكر تلك المصطلحات. وأخيرا وليس آخرا، هذه عطلة من الجيد أن تستثمر في نفسك في هذه النقاط التي شاركتها معك، لكن لا تنسى أن تستمتع بوقتك لكي لا تصل إلى الاحتراق الذاتي. أهم شيء هو التوازن، وابدأ بالقليل. أهم شيء الاستمرارية.
فكما يقال: قليل دائم خير من كثير منقطع. وتذكر، ما دام الله زرع في عقلك إمكانية الوصول، إلا وإنه يعلم بأنك قادر على فعلها. أراكم في واقع أفضل إن شاء الله.